السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. احنا لسه طبعا في التفريزات لرمضان، ربنا يعوضوا علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير يا رب، ويجعله شهر فضيل كده على الامه الاسلاميه جميعا. بصوا بقى، احنا النهارده فرزنا شويه خضار مع بعض كده، وعملت لكم جمعت لكم، يعني انا ما كنتش عاملاهم كلهم في يوم واحد، لكن انا جمعتهم دلوقتي مع بعض زي ما انتم شايفين كده. كمان لسه في بقيه تفريزات بقى هعملها في فيديو تاني لوحده، عشان كده الفيديو صراحه ربنا طويل جدا، فما احبش اصل فيديوهات طويله قوي. تعالوا بقى نشوف كده الاول مشترياتنا، وبعد كده نشوف احنا عملنا ايه. تعالوا نسمي بسم الله. انا كان معايا هنا، رحت السوق كده جبت شويه مشتريات كده خضار يعني، عشان خاطر نفرزهم مع بعض. دي طبعا قوطه، انا على فكره الفيديو دون انا مسجلاه من بدري جدا مش من دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده انا جايبه كذا نوع من القوطه دي كانت التلاتة ب10، يعني مش مستويه ولا حاجه، زي ما انتم شايفين ما شاء الله كده، كانت التلاتة كيلو ب10. تمام. فجبت منهم كده، انا كان في كميه تانية جايباها يعني غير كده كمان، انا ما شاء الله عايزه اقول لكم ان انا مفرزه السنه دي اكتر من 40 كيلو قوطه، اللهم بارك. هنا بقى زي ما انتم شايفين الخضره ما شاء الله، طبعا خضره الشتاء اللهم بارك يعني مش محتاجه كلام. كنت جايبه حزمه الخضره بجنيه، فجبت زي ما انتم شايفين كده قدامكم، انا جبت حوالي تقريبا 6 ربط او 7 ربط كده، ب7 جنيه تقريبا. قلت له عايزه بال10، لكن انا ما لقيتش حلوين غير هم دولت، يعني عشان خاطر اول ما لقيتش بمعنى اصح الكل يعني كانت نقط وكانت تاخد. وهنا السبانخ الجميله دي ما شاء الله صغننه وجميله ازاي، كانت الحزمه ب5 جنيه. ما شاء الله كده برضو اللهم بارك كده. جبت معايا 11 حزمه. تمام. هنا بقى كان نعناع دون، اللهم بارك كده، ال3 حزم نعناع ده كان 3 ب10. طبعا انتوا عارفين ليمون مولع، طبعا كنت جايبه ربع كيلو، ان كيلو ب60 جنيه. جبت نص كيلو من البنجر، طبعا احنا ما استغناش عن البنجر، طبعا جبت نص كيلو كده، قلت عينه في الفريزر بفرزه كده، بسلقه بشيله. وكنت جايبه البصل، وزي ما انتم شايفين كنت جايبه البطاطس دي كنت جايباها ب5 جنيه. تمام. والجزر ده بتاعنا دون حلو كده ما شاء الله، مش وحش، جميل، كان ال3 ب10. كنت جايبه الكوسه ب10 جنيه، ده نص كيلو، انا كنت جايبه كيلو تاني، كنت جايبه كيلو ونص من الكوسه. كان الفلفل ب15 جنيه، كنت جايبه نص كيلو كده. والتفاح ده لقيته كده ما شاء الله يعني عجبني، صغير شويه لكن شغال الحمد لله، يعني كان ب40 جنيه، جبت منهم كيلو. وهنا بقى كنت جايبه كنافه، وكنت جايبه عيش سوري، وكنت جايبه العيش الشامي دون، كان هنعمله كده سندوتشات كده ونتغدى بيه كده مع البرجر. هنا بقى زي ما انتم شايفين ده كنت جايبه البسله، انا مخزنه السنه كميه بسله غريبه بصراحه ربنا، انا السنه دي مخزنه اكتر من 8 9 كيلو بسله. زي ما انتم شايفين دي برضو ما باجيبهمش كلهم مره واحده، لا، كل ما بتعجبني او بيعدي عليا حد ولا حاجه كده من البياعين دول بجيب منه وبافرّزهم كده، مش لازم أعملهم كلّهم يعني مع بعض مرّة واحدة، زي ما أنتم شايفين كده. بس البسلة ما شاء الله السنة دي كلّها مليانة اللهم بارك، وكانت السنة اللي فاتت كانت غالية جدًا، السنة دي ما شاء الله رخيصة جدًا. أنا جايباها ب12 جنيه ونُص وب15 جنيه. أغلى بسلة جبتها كانت لسه غالية، كانت ب20 جنيه. هنا بقى زي ما أنتم شايفين دي الكمية البسيطة اللي كنت مخزناهم دول، كانوا ما شاء الله كانوا 3 كيلو كده، زي ما أنتم شايفين كده عملتهم، يعني بعد ما فرّطتهم كده غسلتهم وخرّطت الجزر. أنتم عارفين أنا ما باحبش الجزر بتاعي طبعًا، في الفيديو بتاع السنة اللي فاتت ترفيزات، أنتم اللي يعني اللي متابعني يعرف إن أنا ما باحبش تخريط الجزر، أو خرط الجزر بتاعتنا تبقى كبيرة، أنا باحبها كده صغننة، يعني مقربة لحباية البسلة. زي ما أنتم شايفين كده، أنا هاحطهم دلوقتي في أكياس زي ما هو قدامكم كده، أنا ما باحطش جزر كتير عشان ابني ما بيحبش الجزر الكتير في البسلة. تمام. بس كده خلصت دولت لوحدهم، انا مش عامله، انا زي ما قلت لكم انا مش الفيديو كله معمول كله في يوم واحد، لا، انا كل ما كنت بعمل كده حاجه بصورها عشان اعمل فيديو مجمع كده. هنا بقى الخضره بتاعتنا احنا بننضفها، عايزه اقول لكم برده ان انا جبت الخضار ده ما عملتوش في نفس اليوم، انا عملته تاني يوم، كنت هلكانه فعلا فعلا، فعملته تاني يوم، نضفت الخضار بتاعنا تاني يوم، هتحس ان هو ايه دبل شويه كده، لكن مجرد ما ايوه هننضفها كده ونحطها في الميه هيرعرع تاني ما شاء الله معانا كده ويبقى جميل جدا. زي ما أنتم شايفين أنا بانضّف الخضرة معاكم أهوّة. بُصّوا الحزمة، كنا في الصيف مش بنلاقي حزمة خضرة، كانت الحزمة بنجيبها أقل من ربع الحزمة اللي جايبينها بجنيه، وكانت الواحدة ب3 جنيه وب4 جنيه. فهي فعلًا خضرة الشتا جميلة ما شاء الله، زي ما أنتم شايفين كده. وبعدين يا جماعة في ناس كتير جدًا تقول لِك أنا بارمي العيدان بتاعة الخضرة، أنا ما بارميش عيدان أبدًا بتاعة الخضرة، لإن هي فيها فوايد كتير جدًا يا جماعة. أنا أرمي بس العيدان اللي هي الناشفة، اللي هي بتبقى زي ما بيقولوا كده بتبقى شايخة ماشي، لكن العيدان اللي الطرية الجميلة دي أنا ما ارميهاش أبدًا. هنا السبانخ بتاعتنا ما شاء الله شايفين، أنا باحب السبانخ القصيرة دي بتبقى حلوة جدًا صراحة، أحسن من السبانخ الطويلة. بانضّف فيها كده أي ورقة صفرا، أي حاجة، أي ورقة بتبقى ناشفة كده اللي هي بتبقى شايخة دي أنا باشيلها خالص. وزي ما أنتم شايفين كده بانقّيها، وبعد ما أنقّيها
انا بصراحه ربنا انا بحب طول عمري ان انا بغسل بخرط البسله بعد ما انضفها كده واظبطها اخرطها، وبعد كده بغسلها كده في مصفى وتحتيها طبق كبير كده اعومها في الميه وانشلها وكده يعني. انا السنه دي صراحه ربنا غسلتها الاول هي والخضره كده، والخضره نفس الكلام برضو بغسلها الاول. لكن يعني مش عارفه بصراحه ربنا إيه اللي خلاني المره دي غسلتها. وعايزه اقول لكم ان انا غسلتها الاول، بس والله انا مش مقتنعه برضك ان هي نطفت. انا بغسلها علشان اتاكد ان من جواها كده مبقاش فيها اي حاجه، مع اني انا نقعاها في ميه كده، يعني قعدت اكتر من ساعتين نقعاهم في ميه مرتين. هنا بقى طبعا الرز بتاعتنا، طبعا الفيديو بتاع السنه اللي فات بدر ورجعت له هتلاقوا ان انا كده كده اساسا الرز بتاعت السبانخ دي انا بحبها جدا جدا صراحه. وزي ما قلت قبل كده برضو، انا وانا باكلها كده بحس ان هي عامله زي حته المشروم كده في قلب مع السبانخ. انا بحبها. هشيلها لوحدها كده، وبعد ما بخلص خالص هخرطهم كده على اخرطهم على السبانخ بتاعتنا بعد ما اخرط السبانخ بتاعتنا الاول. انا بحب جدا اخرط السبانخ بتاعتنا على البلانشه كده، مش بحب اخرط كده خضره على ايدي. اولا انا كمان إيدي قبضه ايدي مش بتستحمل ان انا امسك يعني حاجه كبيره كده واخرطها. زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعتها كبيره. بحاول ان انا كده اقطعها تلات ارباع تربع كده عشان تلات ارباع علشان خاطر اقطعها. وزي ما انتم شايفين انا بحب السبانخ بتاعتي ناعمه جدا. ما باحبش السبانخ حتت كبيرة كده خالص، خالص. ما باحبش شكلها في الحلة نهائي أصلًا. زي ما أنتم شايفين باحبها ناعمة جدًا كده، والخضرة كمان برضه باحبها ناعمة جدًا، جدًا. ما باحبش أصلًا أي خضار يتخرط كده إن أنا أعمله حتت كبيرة. وطبعًا دي كل واحد حسب ما بيحب وحسب ما اتعود، في ناس بتحبها كبيرة، لكن أنا عن نفسي ما باحبهاش غير هي خُرَط صغننة كده. والخضرة زي ما قُلت لكم نفس الكلام برضه باحبها خُرَط صغننة وناعمة جدًا كده. أنا زي ما أنتم شايفين كده هاخرّط كل الكمية كده، وبعد ما أخلّص كل الكمية خالص هاورّيها لكم دلوقتي. وبعد كده بُصّوا يا جماعة بقى، أنا بقى سنين السنين كده أنا متجوّزة يعني من سنين السنين من ساعة ما اتجوّزت أنا ما بافرّطش أي حاجة في مَيّة مغلية أبدًا، أبدًا، ولا مَيّة ساقعة ولا حلة ولا الكلام ده كلّه خالص وأحُط في الحلة أبدًا، أبدًا. أنا كل تفريزي زي ما هو كده. أنا خرّطتها خلاص، طالما خرّرتها بعد كده باروح معبيّها في الأكياس على طول وعينها في الفريزر. مش بس السبانخ، لأ السبانخ والخضرة والبسلة والقلقاس والكوسة، كل حاجة، كل حاجة. زي ما أنتم شايفين كده أنا باخرّط الرز بتاعة البسلة بتاعة السبانخ أهي. وزي ما قُلت لكم كده ما باخزّنش أي حاجة في مَيّة خالص. كنت زمان أول ما اتجوّزت الصراحة جرّبت كذا مرّة إن أنا أعملها في مَيّة، ومرّة عملتها على البخار كويسة وكل حاجة، لكن لمّا جرّبتها كده لقيتها ما فيش أي اختلاف. وعايزة أقول لكم إن أنا يعني بتقعد من السَنة معايا والخضار نفس اللون. شايفين الخضرة ما شاء الله أنا باخرّطها ناعمة جدًا إزاي برضه، أنا باحبها ناعمة جدًا كده. عايزة أقول لكم إن السنة اللي فاتت فرّطت نفس الخضار بتاعي بنفس الطريقة اللي باعملها السنة دي. وطبختها معاكم كمان في رمضان، يعني طول رمضان كنت باعمل الأكل اللي باعمله في رمضان من التفريزات اللي أنا كنت مفرّزاها. وكنت باورّيها لكم باقول لكم شايفين الكوسة ما شاء الله زي ما هي ما اتغيّرتش لونها ولا أي حاجة. والبسلة ما شاء الله اللهم بارك لونها أخضر وجميلة. والسبانخ ولا أي حاجة، والخضرة كُلّه، كُلّه. مع إني أنا والله حتى الخضرة كانت بتبقى ميّتة، يعني يا دوبك مش كمان منشفاها، يا دوبك لأ سِبتها تتصفى كده وخرّطتها وعبيتها على طول كده في قلب الأكياس. جرّبوها يا جماعة والله وما تخافوش أبدًا والله. القلقاس غسلته. أنا ما باعرفش طبعًا إن أنا أبدًا، أبدًا. بُصّوا بقى يعني اقتنعت أو ما اقتنعتوش، أنا يا جماعة والله عمري ما هافكّر مرّة إن أنا أعمل قلقاس من غير ما أغسله أبدًا. أنا ما يعني أنا مش عارفة مجرّد فكرة إن أنا أشيل القلقاس ده من غير غسيل كده، دي حاجة كده لأ، ما عمري ما هاجرّبها الصراحة. أنا زي ما أنتم شايفين كده دي السبانخ نزلت عليها بشوية من الخضرة كده طبعًا، وهاقلّبهم مع بعض كده. شايفين خضرها ما شاء الله اللهم بارك. أمّا نيجي بإذن إن عِشنا وكان لينا عُمر إن شاء الله في رمضان، هاطبخ لكم منها واوريكم لونها ولا اتغيّر ولا أي حاجة خالص. هنا الخضرة والسبانخ نركنهم بقى على جنب كده. ونيجي للكوسة، ده نُص كيلو كوسة. أنا هاعمل الكيلو التاني طبعًا، بس هاعمل الكيلو التاني حلقات. تمام. أنا باحب الكوسة بتاعتي حلقات، لكن أنا كنت عاملة دي كده هاقطّعها دي لوحدها كده مكعبات، بس علشان خاطر إن أنا أعملها شوربة خضار، أو إن أنا أعمل أو إن أنا أطبخها كده، أو أنا كنت أحطها مع تورلي. لكن أنا الكبيرة دي برضه حتى التورلي كمان باحبها حلقات. بس كده زي ما أنتم شايفينها. أنا هاعمل بقى الكيلو التاني هاعمله كله حلقات، علشان خاطر أعمل بيه تورلي، علشان خاطر أعمل بيه أي حاجة غير إن أنا أعملها شوربة خضار. يعني هي شوربة الخضار بس عندي اللي أعملها مكعبات كده.
عشان طبعا انا بحب لما اعمل شوربه خضار بحس ببقى عايزه كل الخضار يعني تقريبا، او يعني في التقريب مش لازم في التقريب يكون كده قد بعضيه. هنا ده الجزر بتاعنا ما شاء الله، عايزه اقول لكم كان سكري جدا مسكر وجميل جدا والله. التلاته ب10 جنيه، حلو جدا جدا والله. بس زي ما انتم شايفين انا هقشر الجزر كله برده وهقطعه كله كده. عايزه اقول لكم ان انا كمان قطعت منه حلقات، عملتهم في قلب علب كده وعملتها في الفريزر، ما صورتهاش معاكم ساعه. هصورها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع بقيه تفريزات رمضان. انا لسه ما عملناش القلقاس ولا الخضره بتاعته. عايزه اقول لكم ان الخضره السلق كمان لما بجيبها بتاعه القلقاس انا مش بشيلها كمان، ان انا يعني مش بعملها على النار و... واشوحها كده واشيلها. انا بشيل الخضره، بشيل ورق السلق كده زي ما هو كده في اكياس. برضو لما اجي اعملها انا بحب اعملها طازه كده. لما برضو جربتها قبل كده وشلتها معموله جاهزه، لا ما عجبتنيش برضو. انا بحب يعني تكون فريش معايا كده زي ما انتم شايفين. بصوا بعمل مكعبات صغيره زي ما قلت لكم، انا ما بحبش المكعبات بتاعه البسله كبيره، بحبها كده مقربه الحبايه بتاعه البسله زي ما قدامكم كده. كمان انا هبشر شويه كده وهشيل، هبشر برضو كده علبتين وهشيلهم في الفريزر. زي ما شلت برضو الجزر الحلقات عشان لو احتجته ان انا اعمل بيه ولا حاجه، ان انا هعمل مثلا عصير بيبقى قدامي كده عاملاه حلقات رقيقه كده، عشان برضو لو حبيت ان انا اعمل تورلي. تمام. يعني انا بشرها عشان لو هعمل عصير، او المكعبات دي برضو العصير، لكن الحلقات اللي انا عاملاها الشرايح اللي انا عاملاها الرقيقه دي عشان لو هعمل تورلي بيها. هنا بقى خلصنا الخضار بتاعنا. هنا بقى كنت جايبه ما شاء الله، عدى عليا الراجل بتاع كرنب اخدت منه اللهم بارك ال5 كرنبات دولت ب60 جنيه. ما شاء الله، يعني كانوا ما شاء الله حلوين جدا. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه، انا شفت كتير كتير فعلا على اليوتيوب ناس بتعمل الكروم، بتقطع كروم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. كنت بنفسي اجربها بس صراحه ربنا كنت بخاف لاحسن اهدر الكروم وهزعل عليها، او الكرومبايه اتهدرت. لحد ما كانت اختي عندي بتكلم معاها قالت لي ان انا جربتها وفعلا طريقه كويسه. قلت خلاص بقى انا هاخد ثقه كلام من اختي، مع ان هي اختي الصغيره، لكن والله العظيم هي اللي قالت لي انها جربتها وجميله. فانا عايزه اقول لكم ان انا جربت الطريقه دي، ومن هنا ورايح انا مش هعمل غير الطريقه دي بعد كده. نفسي اعرف ان ازاي مخي كان واقف ان انا اجرب تقطيع الكرنب بالطريقه دي والسلق بالطريقه دي. لا والله يا جماعه لو جربتوها قسما بالله انتم هتبطلوا تعملوا الكرنبايه بالطريقه غير بالطريقه دي. عايزه اقول لكم بصوا ثواني كده الكرنبايه اتسلقت، اتقطعت واتسلقت واتشالت واتخزنت، خلاص خلصت كده. قطعت هوريكم شايفين ما شاء الله. بصوا كده الرصه برصتها كده هسلقها في الحله وهشيلها خلاص بقى، وبشيلها مرصوصه زي ما هي كده برضو، واحطها في قلب شويه ميه ساقعين واشيلها في قلب في قلب المصاص الصفه وعينهم في الاكياس على طول. شايفين الطريقه دي كده انا بمسكهم كده وبزنقهم في بعض عشان تطلع لي الرصه برصتها ما شاء الله. بجد بجد والله شابوه اللي اخترع التقطيعه بتاعه الكرنب دي، بجد بجد فعلا فعلا يستاهل ان احنا نقول عليه شابولي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. بصوا الفيديو بتاعنا النهارده طويل، انا ما بحبش ابدا والله الفيديوهات الطويله يا جماعه، لكن صراحه ربنا يعني انا مسرعه جدا زي ما انتم شايفين. بس يعني ايه، مش عايزه حاجه تفوتني ليه كده. شايفين بقى بعد ما اتسلقت بصوا بشيلها ازاي بنفس الرصه زي ما هي كده في الميه الساقعه، وبعد كده هسيبها شويه في الميه الساقعه، وبعد كده هشيلها على طول في قلب المصفى وافرزهم على طول في قلب الاكياس. انا ما جبتهاش طبعا، انا بفرز في الاساق هي كده كده خلاص، هي الرصه قدامكم احطها في الاكياس على طول. مش محتاجه ان انا بقى ايه اطول في الفيديو اكتر من كده زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم في طريقه السلق دي؟ جربوا يا جماعه الطريقه دي وهتدعوا لي والله العظيم مش هتندموا ابدا لو جربتوا الطريقه دي. بتسهل علينا الوقت والوقفه طول النهار. ايه رايكم الفيديو بتاعنا النهارده بقى وتفريزات رمضان اللي عملناها مع بعض السنه دي؟ كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بالخير يا رب، ولسه بقيه تفريزات رمضان مستمرين فيها ان شاء الله. واقول لكم لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد، ومستنيه دعوه حلوه من القلب منكم. وعايزه اوريكم في الكومنتات طبعا يهمني جدا، وقولوا لي ايه رايكم في تقطيع الكرنب ده عشان عجبني جدا جدا بصراحه ربنا. هو ده ال3 اكياس ده، ولكن عملت منه كتير طبعا. عملت منه ساعتها، عملت منها وقتها وفوقيتها كمان في الفريزر. اقول لكم بقى دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.